كابتن احمد حسام ميدو. في كتير من الاوقات او مش في كتير ده، انت في معظم الاوقات بتلاقي نصائح الكابتن احمد حسام ميدو دايما كده متصدر الموقف. الزملكاوي اللي بيدافع عن فريقه، ال- الرؤية العبقرية اللي محدش شايفها في الكرة المصرية، وهكذا. بس انا نفسي يعني ايه، نرجع شوية، هنرجع لكابتن احمد حسام ميدو اللعيب، ونشوف مسيرة كابتن احمد حسام ميدو وعلى اي اساس بينطق بهذا الكلام والرؤية المستقبلية العظيمة. الفيديو ده ربما يكون شوية بنرجع مرة للتاريخ عشان نوري كتير قوي من الناس مين الكابتن احمد حسام ميدو وايه تاريخه في كرة القدم. الفيديو هي معتمد شوية على الارقام. تعال نشوف. بس يا ريت لو حضرتك اول مرة تشوف الفيديو تعمل لايك وتشيره عشان الناس تعرف مين كابتن احمد حسام ميدو. في البداية كده تعال نشوف صورة بسيطة لكابتن احمد حسام ميدو وهو عنده 30 سنة. تعال نشوف الصورة. زي ما انتم شايفين الصورة، كابتن احمد حسام ميدو عنده 30 سنة. دي هي اللياقة البدنية بتاعت كابتن احمد حسام ميدو، او بتاعت ميدو وهو عنده 30 سنة. انا مش هتكلم، الصورة واضحة وشكلها واضح، واضح جدا اللياقة البدنية، واضح جدا السيستم بتاع اللعيب اللي كان بيلعب فيه، واضح زي ما انتم شايفين عدم الالتزام بأي شيء. وده هو عنده 30 سنة، مش بنتكلم على لعيب عنده 50 سنة ولا 35 سنة، لا ده أحمد حسام ميدو وعنده 30 سنة. تعال نشوف البطولات اللي عملها كابتن أحمد حسام ميدو. خد بطولة واحدة بس، بطولة أفريقية. طبعا البطولة الأفريقية نار على علم، مشهورة طبعا. البطولة اللي اتخانق فيها مع كابتن حسن شحاتة، والخناقة المشهورة طبعا والمعروفة، واي حد هيقدر على النت يكتب خناقة كابتن احمد حسام ميدو وحاسس كابتن حسن شحاتة تطلع له. خد اظن بطولات متعلقة بالدوري الماتش اللي هو اعتقد الهولندي، بس يعني اعتقد خدها مع اياكس. ده البطولات اللي خدها. في اي بطولة خدها غير دول؟ مفيش اي بطولة تانية خدها غير دول. تعالى بس نتكلم على حاجة مهمة. كابتن احمد حسام ميدو مواليد كام؟ مواليد 1983. اعتزل كام؟ اعتزل 2013. يعني كابتن احمد حسام ميدو قبل اعتزل وعنده كام سنة؟ اعتزل وعنده 30 سنة. طيب اعتزل وعنده 30 سنة، تمام. يعني لعيب معتزل وعنده 30 سنة، وزي ما انت شفت الصورة في الأول دي هي اللياقة البدنية بتاعته أو القدرات البدنية بتاعته. بس تعالى كده نشوف سيكا كده التاريخ او الارقام. ده عنده 30 سنه، لعب ماتش واحد. هو عنده 30 سنه لعب مباراه واحده. طبعا عارفين لما شفت الصوره في بدايه الفيديو هو لعب مباراه واحده. وهو عنده 29 سنه، كان في الزمالك. واعتقد هتلاقي صور برضو باللياقه البدنيه اللي انتوا شفتوها في الصوره دي برضو بشيرت نادي الزمالك. لعب 3 ماتشات. ده هو عنده 29 سنة. عنده 28 سنة لعب ماتش واحد. عنده 27 سنة، اعتقد دي 27 ولا نقلل سنتين لانه انتقل. ماشي، ممكن يبقى 28 سنة برضه. في الاخر انت لو جيت تحسب المواسم اللي كان موجود فيها كابتن احمد حسام ميدو وتشوف، فمثلا يعني مثلا موسم 2 يعني 2013 شيل منها مثلا 5 مواسم. ف5 مواسم مثلا قول 2000 وكام، 2008. 2008، 5 مواسم 2008. يعني الموسم 2008 مثلا 5 مواسم. يعني كابتن احمد حسام ميدو عنده 25 سنه. لو جيت تبص من هو عنده 25 سنه تقريبا دخل كام هدف؟ عد كده: 3، 7، 10، 15. تاني بدهم صح: 3 7 و3 10، 3 7 و3 10 و5 15. يعني من 2008 لحد 2013 كابتن احمد حسام ميدو ما دخلش اهداف. لو رجعت لورا شويه كده يعني هتلاقي كابتن احمد حسام ميدو الموسم اللي كان ميدي فيه شويه واحرز اهداف هو موسم 2005 2006. من بعد موسم 2005 2006
2005 2006 تكتشف انه تقريبا ارقامه تعبانه. تعبانه في كل حاجه، يعني تعبانه انه بيلعب مثلا 3 ماتشات في الموسم كله، بيلعب ماتشين 10 ماتشات فيعني في الموسم كله، واهداف طبعا تقريبا شبه مش موجوده. فتتكلم على لعيب من 2005 2006 تقريبا مفيش مستوى اصلا، معتزل وعنده 30 سنه. البطولات اللي حققها بطوله افريقيه وحيده، وعلى فكره البطوله الافريقيه الوحيده دي اللي حققها كانت مع كابتن حسن شحاته، اللي هي اصلا حصل فيها خناقه وتم استبعاده. وبعد كده كابتن احمد حسام ميدو ما كانش بيروح ناحيه المنتخب اصلا، لان حسن شحاته قال له خلاص انت يعني بتعمل مشاكل في الفريق، فاستبعده نهائيا. ومصر في الجيل الذهبي بتاعها في البطولات الافريقيه كابتن احمد حسام ميدو ما كانش معاها اصلا. يعني ال3 مواسم دولت اللي هو اصلا موجود بيلعب كوره ما كانش معاهم اصلا. ليه ما كانش معاهم؟ ما كانش معاهم لانه بيسبب مشاكل. وعلى فكره مش اول مره تحصل منه مشكله، يعني قبل كده ارجعوا لو ناس فاكره كابتن محسن صالح والخناقات اللي حصلت في الجزائر وغيره وغيره، لا كان في سوابق قبل كده وتدخلات من كابتن احمد حسام ميدو. فانا بس يعني محتاج حد يفهمني بأمارة ايه يصبح كابتن احمد حسام ميدو قدوه؟ بأمارة ايه؟ كان لعيب بادي كويس، كان لعيب بادي كويس، لكن بعد ما بادي كويس ما فيش حاجه، ارقام ما فيش، اعتزال في سن صغير، عدم التزام، لعيب عنده 30 سنه بشكل بدني تحس انه عنده 50 سنه. اللعيبه اللي هي كانت معاه وبتلعب، في لعيبه منهم لسه مكمله لعب، وفي لعيبه معتزله قريبه منه، يعني بقى لها فتره قليله. كابتن احمد حسام ميدو اعتزل وعنده 30 سنه، ومش بس اعتزل وعنده 30 سنه، انت لو بصيت تكتشف انه تقريبا قبل ما يعتزل ب5 6 مواسم مفيش. فالسؤال اللي انا نفسي اساله يعني ويبقى حد كده من الناس اللي هي فاهمه، بأمارة ايه كابتن احمد حسام ميدو بيتكلم على على اللعيبه او بيدي نصايح للعيبه؟ كابتن احمد حسام ميدو يعتبر عبره للعيبه وعبره لاي حد، ان ما تكونش اما تكون مش ملتزم في الفريق بتاعك، مش ملتزم بالاداء بتاعك، مش ملتزم مع المدرب بتاعك، مش ملتزم مع المدرب المنتخب بتاعك، ايه اللي بيحصل لك؟ فهناخد كابتن احمد حسام ميدو عبره ان هو كان بادي كويس وعدم التزام وعدم سمعان كلام للمدربين ومشاكل في الفريق، ايه اللي حصل له؟ فلعيب كان كويس وفجاه بسبب عدم الالتزام عدم الاهتمام، ايه اللي حصل له؟ فناخده عبره مش قدوه. انا مش شايفه قدوه خالص بصراحه، الارقام بتقول قدوه ولا البطولات بتقول قدوه ولا السن اللي اعتزل فيه بيقول قدوه. فهو مع احترامي للناس كلها انا عايز افهم بس، هو كابتن احمد حسام ميدو بأمارة ايه يصبح يكلم اللعيبه الاجانب او يتكلم مع اللعيبه او يدي محاضرات او وجهه نظر العبقريه في اداره الكره المصريه؟ بأمارة ايه يعني؟ ما فهمني بس. اما بالارقام دي بالمستوى ده بالصوره اللي عندك 30 سنه بالشكل ده بالخناقات اللي حصلت بالخناقه الشهيره وانت في مصر في استاد القاهره في بطوله افريقيه في وقت المفترض انت ملتزم بيه بكلام المدرب، تطلع وتعمل كده مع كابتن حسن شحاته الزملكاوي؟ فحضرتك قدوه بأمارة ايه؟ حضرتك عندك رؤيه في تاريخ الكارير اللي انت عامله ده بأمارة ايه؟ الحقيقه ان في كتير من ممكن يكونوا من ابناء الزمالك او في كتير من اللعيبه المحترفه ممكن يبقى ليها رؤيه يعني، او يكون ليها هدف، او يكون اللعيبه دي ادت بشكل جيد، ممكن يكون الزمالك استفاد منهم او من خبراتهم. لكن انا مش قادر افهم او مش قادر اتصور ازاي الكره المصريه هتستفاد بخبره احمد حسام ميدو، او بالحقيقه هي فين خبره احمد حسام ميدو ورؤيته العبقريه اللي انا هستفاد منها؟ انا مش شايفها بصراحه، فاللي شايفها يوريهاني.